2-0. المغرب قدام البرازيل 2-1. المغرب غلبت من المكسيك لانه خلاص كانت تأهلت. المغرب 2-1 قدام كوريا. المغرب 3-1 قدام امريكا. عايز اهني المنتخب المغربي للشباب بالفوز بكأس العالم. المغرب قدام المغرب 1-1 قدام فرنسا. المغرب كسبت الارجنتين 2-0. وكل عام وانت بخير يا جناب الكوماندا. المهم انت تقال للمنتخب بتاعك اتعشت. ماذا نتعلم وماذا نقول الكبير الكابتن حسام حسن والذين في التمثيل المشرف تحضير من 10 سنوات في أكاديمية جايبين شباب بيشتغلوا عليهم في صمت، يتهزموا يتعثروا في صمت. انت لازم في نجاح المغربي ده تشيد بيه وتبقى عارف كويس ان الخطوات اللي هم قطعوها هي خطوات كانت بعيده جدا من سنوات كتير جدا جدا. سنوات كتير جدا. النهارده هو بيجمع ثمارها. النهارده المنتخب المغربي تحت 20 سنه قال لك بقى خلاص منتخب الارجنتين مرشح بقى الاقرب والاعظم والاهم والبتاع، اديله وضمناهم للاكاديميه ديت لانه هم دول المشروع بتاعنا. في سنه 2010 دي الانطلاقه. بيعملوا حاجه لطيفه جدا. لما بتلاقي الاكاديميات او الانديه بالتعبير بتاعنا، الانديه هناك في المغرب، انه الاكاديميه اللي هي الاكاديميه الام اكاديميه محمد السادس بتحقق هذا النجاح، فقال لك طب ليه لا انا ما اعملش اكاديميه واطلع لعيبه اوديها وابيعها لاكاديميه محمد السادس. قال لك ما هو بيزنس، بس ده بيزنس بقى ايه؟ من اللي بيجيب فلوس بجد، مش اللي انحتني انحت اديني في السبوبه واجري. شوفوا يا باشا الواد ده يتسجل ب 10 ب 20 ب 30,000 اهو، بوس حضن والولا عندك بقى بالبلجيه. التجربه الفرنسيه، التجربه قديم قوي الدربيه، اديله بقى اي حاجه احطها يمكن ان انا خلاص مش هعمل كده. نبارك للناس ونرافع عليكم وانتوا صح وشطار وربنا يكرمكم. وما بقتش محتاج اقول ان احنا لو ما مشيناش صح مش هنوصل لحاجه. ما بقتش محتاج اقول كده، صح؟ ما بقتش محتاج اقول كده، ما بقتش محتاج اقول اداء غير عادي. عندهم لعيب اللي هو خد افضل بتاع المغرب، اللي خد افضل لعيب عندهم في منتخب الشباب، يعني نورماندي 2 في لعيب موهوبه واحساس بحب البلد واحساس بان هو عايز يجيب النصر. فانا بقول للمنتخب بتاعنا لازم تروح تعمل شيء، مش مجرد الوصول. السلام الوطني المصري تم عزفه في الولايات المتحدة الأمريكية، لا 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 خالص. تخطيط، هدوء، تركيز، البعد عن اللقطة، استقرار في مؤسسات، مش كل يوم اتحاد، إمكانيات، رعاة. عايزين نروح نعمل حاجة بقى. هنا الزايد في نهاية هذه الحلقة، بس لسه عندنا فاصل ولسه عندي حكايات في حلويات. ابقوا معنا. جدا للمشروع المغربي، وعندنا تقدير واحترام كبير جدا لرجال المغرب المخلصين لبلدهم، وعندنا تقدير واحترام كبير جدا لفوزي لقجع، لان اللي بيشتغل بيلاقي نتيجه شغله. وخلي بالكم ان الشغلانه بتاعت الكوره شغلانه طويله الامد. يعني ايه شغلانه طويله الامد؟ يعني you are investing in process، يعني بتستثمر في التطوير. اي حاجه فيها انفستنج في البروسيس معناها ان انت مش هتلاقي نتيجه قبلها الا بعدها ب5 سنين. الناس دي عملت ايه؟ لعيبه سفرتهم يلعبوا بره، اسست لعيبه صح، طوروا الرأس التدريبيه بتاعتهم، طوروا البنيه التحتيه بتاعتهم، الدوري بتاعهم فيه عدل، كل سنه نادي بطل
فلوس بتتوزع صح على الأندية. النتيجة النهارده الكرة المغربية أصبحت مصدر فخر لكل مواطن مغربي. الكرة المغربية بتغطي على كل المشاكل السياسية اللي موجودة في المغرب. هي دي الكرة. لو استغل هتلاقي الجمهور استغلتها صح. لو استغلتها صح جاي لك لوحده، لان احنا جمهور وطني وجمهورنا بيحب المنتخبات. لعيبه يلعبوا في اوروبا، انتوا عايزين تقولوا لي ان مصر ما فيهاش 150 200؟ مش موجود، مفيش حاجه. اللعيبه يقدروا يلعبوا بره فيها. فين المشروع بتاع الدوله لتصدير لعيبه بره؟ مش موجود. افتتاحية تليق ببطل العالم مفيش حاجه. بلد خاصة جدا. أشبال المغرب أسود الأطلس اللي كان صوت الزئير في شيلي في أمريكا الجنوبية مسمع في العالم كله عشان يكون أول فريق عربي حقق لقب كأس العالم للشباب تحت 20 سنة. سهل وبرا تجيبهم من برا، هذم وليدات صغار. معناها شوف المغرب خطفتهم لفرنسا، خطفتهم البلجيكا، خطفتهم لانجلترا، خطفتهم. واحنا وقت اللي عندنا كعبه شوف بالريق النور درس نستخدم على رواحها. حتى كي يجيو المدربين الكل من عام 2020 الصغير باش ينجموا نجيبوه باش يقبل وانه يلعب مع الفريق التونسي. معناها المغرب قاعد تعطينا درات الكل مدربين مغاربه من عام 2020 نفس التكوين في نفس المركز الجامعه. الحقيقه احنا يخوفنا برشا رئيس الجامعه المغربيه اللي هو في الكاف معناها سي فوزي لقجع للاعبين تاع الفرق الوطنيه المغربيه عندهم استمراريه، عندهم انسان مسيطر تقريبا يقول هو رئيس الكاف، لكن انسان مليح، انسان حضر، انسان حط كل الامكانيات. للامانه المغرب دولة حط كل شيء في الكورة، حطت كل شيء في كرة القدم، لأنها كل جبت لها تنظيم كؤوس افريقيا، جبت لها تنظيم كأس العالم، جبت لها يوريك أنه الكرة تنجم تكون وسيلة متاع استثمار، الكورة وسيلة متاع السياحة تجيب سواح. المغرب نظم كأس العالم للأندية، عمل كل شيء. المغرب اليوم في كرة القدم مرجع، ومرجع ماهوش عربي وافريقي هرب بينا ناس دقيقة كعرب وكافرقة، مرجع في العالم. يتقرر المغرب عالم كيفاش السياسه اللي متاع كره القدم عندهم فعلا وصلت وانه ولات اقتصاديه عمالقه اللعبه من عمالقه اللعبه في العالم. لا وكيفاش اللوكوموتيف ولات وكانه كره القدم قاطره للاقتصاد المغربي، قاطره للاقتصاد المغربي.